السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هنعمل مع بعض أحلى صينية ديك رومي في الفرن، والسر في التتبيلة الخطيرة هتخلي عزومتك مختلفة. قطعة الرومي طرية من جوه ومقرمشة من بره ومليانة كده بطعم الصوص. وصفة سهلة وسريعة جدا ومكوناتها بسيطة ومناسبة جدا للعزومات، ولو لسه عروسة جديدة ولو أول مرة كمان تدخلي المطبخ بطريقة سهلة هتعملي أحلى صينية ديك رومي في الفرن. بس لو أول مرة تشوفيني، أنا أميرة أبو المجد. فضلا وليس أمرا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل الفيديوهات. الأول كده نصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسمي الله كده ونبتدي كده في الوصفة. أول حاجة كده التوابل اللي معايا معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، ومعلقة صغيرة مليانة من البابريكا، ومعلقة صغيرة من الكاري وزيها من بهارات الفراخ، سنة صغيرة من القرفة، ومعلقتين صغيرين من البصل البودر، ومعلقتين من الملح. الملح طبعا حسب الرغبة، بس هما معلقتين صغيرين ملح مظبوط، ولا حادق ولا عادب كده. التوابل مظبوطة، ما تكتريش اكتر من كده علشان ما يديكيش طعم مش حلو. خلاص، يبقى حطينا فلفل اسمر، بابريكا، بصل بودر، كاري، بهارات فراخ، وسنة صغيرة من القرفة والملح. معايا بقى معلقة كبيرة من خل التفاح، ومعلقتين كبار من الصويا صوص، ومعلقة كبيرة من الزيت. طب ممكن نغير خل التفاح بالخل العادي؟ طبعا مفيش مشكلة، بس خل التفاح بيفرق قوي في التتبيلات والسلطات. بجد جربيه، حلو قوي. كمان خل التفاح، الصويا صوص، دبس الرمان، دي حاجات لازم لما تجيبيها تشيليها في التلاجة، بدل ما اتفتحت يبقى لازم تحطيها في التلاجة. ممكن تستغني عنهم، ممكن، بس طبعا يعني لما تجيبيهم بيفرق معاكي كمان في الطعم. خلاص، معلقة كبيرة من خل التفاح، ومعلقتين من الصويا صوص، ومعلقة من الزيت. قلبنا الكلام ده كله، وبعد كده هنبتدي نجيب قطع الرومي الأبيض. القطع ديت صدور ووراك زي ما تحبي، عايزة وراك بس أو صدور بس تمام. بيتباع بالكيلو، بيقطعهم لك كده قطع زي ما انتي شايفاه. أنا جايبة من الوراك ومن الصدر، تمام. طبعا بيتغسل كويس جدا، بيتعمل له محلول نقع، وبعد كده بمسكه. يعني بصوا، لازم المحلول ده يبات قبليها بيوم، وكمان بيتغسل بقى كويس وتسيبيه يتصفى. اي حاجه من الحاجات، الطيور، الارانب بقى، فراخ، بط، لازم الاول نصفيها كويس جدا من الميه، وبعد كده نحطها بقى في التتبيله. بنبتدي كده نفصل ما بين الجلد واللحم، وبنفتح بالسكينه ونبتدي اللي احنا ندخل التوابل، ندعك كويس قوي علشان يبقى القطعه شاربه من التتبيله الخطيره دي. بعد كده بغطيها وادخلها التلاجة. بتقعد قد ايه في التلاجة؟ انا سبتها ليلة كاملة. كل ما هتسيبيها مدة اطول طبعا هتشرب من التتبيلة، هيبقى طعمها حلو، الطعم هيكون مختلف، وبتسرع عملية التسوية. طبعا سويها ازاي؟ معايا صينية، اي صينية عندك. حطينا بصل، بطاطس، جزر، الجزر حلقات، البصل اي حاجة، اي تقطيعة تعجبك، والبطاطس تكون سميكة مش رفيعة. لو رفيعة هتتهرى معاكي، سميكة، لان طبعا قطعة ديك الرومي بتاخد وقت في التسوية. ونبتدي كده اللي احنا نرص قطع الرومي فوق البطاطس والجزر والبصل، وننزل بقى باقي التتبيلة الحلوة دي. ومعايا بقى اقل من نص الكوباية مية، تمام. مش هنحط مية كتير. طب ما احطش مية كتير ليه؟ لان انا عندي البطاطس والبصل هينزلولي المية، فانا مش عايزه تبقى عايمه ميه. دلوقتي هتشوفيها لما هتخلص هيكون في من تحت صوص، تمام، في من تحت صوص. انا حطيت بس نص كوبايه الميه دي، يمكن كمان اقل منها، والخضار ده هينزل لي الميه. معايا هنا بقى طماطم، عايزه تحطيها من تحت مع البطاطس، تمام. انا حبيت احطها كده، هتدي ايه شكل احلى شويه. بس هي كده الوصفه خلصت على فكره، ما فيهاش اي حاجه.
تتبيله شويه بهارات موجودين عندك في البيت. بصي هنا بوريكي ان انا مش حاطه ميه كتير، الميه ما غطتش ابدا البطاطس اهي، الميه مش ياما. انا معتمده ان كل الخضار ده هينزل لي الميه. دلوقتي معايا الفرن وشغلاه سخن من تحت وحاطه الشبكه في النص بالظبط. معايا كده ورق الزبده ببله الاول، ورق الزبده ببله الاول علشان ما يتحرقش معايا، ما يلزقش في الفراخ ويتحرق معايا. وغطيت بورق فويل ودخلتها الفرن وسبتها لحد ما كملت التسويه بتاعتها. طبعا كل فرن مختلف عن التاني والكميه والكلام ده كله. طب انا هعرف برضو منين استوت ولا لا؟ بعد اول ساعه تبتدي ان انتي تطلعيها وتختبري كده قطعه اللحم استوت ولا لسه. تمام. وخدتي بالك بقى هنا ورقه الزبده ما اتحرقتش مني ولا لزقت في الفراخ، ليه؟ لاني انا بلتها بالميه. تمام. طيب انا دلوقتي هشوفها استوت ولا لا، وهبتدي ان انا ادخلها تحت الشوايه تاخد لون عشان تديني لون كده جميل. خلي بالك من اللسعه بتاعه البخار، يعني خدي بالك وانت بتشيلي ورقه الفويل تشيليها زي ما انا شايلها بالطريقه العكس علشان البخار ما يطلعش لا قدر الله في وشك. تاني حاجه الصواني اللي هي البايركس ديت بتبقى جميل. ابصوا هنا بقى قطعه اللحم فكت من العظم، وبصوا بقى بالشوكه بيتقطع ازاي. خلاص هي كده زبده ومش مهريه، ماسكه نفسها بس طريه. وبقى تحت الشوايه تاخد لون، تديني بقى القرمشه بقى واللون الجميل ده اللي بيبقى على الوش. بيبقى يعني بصوا هي الريحه قلب الدنيا بجد خطيره، يا ريت تجربوها بنفس الطريقه. بالنسبه للصواني البايركس هي حلوه جدا علشان خاطر بتساعدك بقى في التقديم من الفرن على السفره على طول. لازم تاخدي بالك الصواني البايركس ما بتطلعش على الرخامه لان هي بتبقى سخنه والرخامه بتبقى ساقعه، لازم بتحطي عازل ما بينهم ان شاء الله حتى لو فوطه. بألف هنا وشفا على اللي يجربها، وزي ما قلتلك حلوة جدا للعزومات. والسلام عليكم ورحمة الله.